جوبيان كانت كتقرا في الليسي وكلشي كان كيتنمر عليها حيت ما كتشبهش الايدل. كان عندها واحد صاحبتها سميتها مي، هي بوحدها اللي كتسمع ليها في ديك المدرسه، وهي بوحدها اللي عاطيها نمرتها. ديك مي حتى هي كانت بحالها بحال جو كيونغ، ولكن في الداخل ديالها كان عاجبها الحال حيت دوك الربعه كانوا مشغولين بجو كيونغ ونساوها هي. واحد النهار جو كيونغ كان عاجبها واحد الدري، وقالت لصاحبتها مين بلي غتقول ليه بلي كتبغيه. مي قالت لها انا ما عرفتش. وراها جو كيونغ دوزت الويكاند كامله وهي كتوجد في الحلوه. فاش داتها معاها للمدرسه شافوا هادوك الربعه، وهما يقولوا لصاحبتها مي اشنو كاين، ومي سسرات ليهم كلشي. وهما يمشيو يتفقوا مع داك الدري وداروا قالب جو كيونغ وصوروها. وتخيلوا معايا، مي كانت هي اللي هازه الكاميرا وكتصور فيها. دوك الربعه ما خلاو في جو كيونغ غير اللي نساو، ضربوها صوروها عايروها، ما خلاو ما قالوا ليها، ما خلاو ما داروا ليها. جو كيونغ تعصبات بزاف وبدات كتبكي، بقى فيها الحال بزاف ومشات تلوح راسها من واحد العماره. ولكني في الدقيقة 90 قالت لا والله لا مت. واحد الدري سميتو لي سوهو جا تما باش تفكر صاحبو اللي رمى راسو من تما هادي عام ومات. وفاش شاف جو كيونغ طار عليها وجرها وانتظرها طارو، ومبقات كتشوف والو، وهو يعاونها وهبطها لتحت. هي كاع ما شافتوشو كتشوف عاد الضبابة. هادي عام لي سوهو هو وصاحبو وواحد الدري واحد اخر سميتو جون كانوا دايرين مجموعين واحد الجروب ديال الايدل، وبات لي سوهو هو اللي كان ديريكتور جينيرال ديال ديك الشركه اللي مكلفه بهم. وصاحبهم خرجت عليه بزاف ديال الاشاعات باللي هو كان كيتنمر على شي دري، والصحافه نشروه ما خلاو فيه غير اللي نساو. وبات لي سوهو زاد كمل عليه ما خلا فيه غير اللي نسى. داك الدري مسكين صونا على لي سوهو حيت زعما لي سوهو صاحبو وغادي يثيق بيه، ولكن لي سوهو ما جاوبوش حيت كان كيدوش وراها لاح راسو. من تما ولي سوهو وجون ما تيهضروش وما تيحملوش بعضياتهم. هادشي كامل دارو السيكريتير ديال بوات لي سوهو، حيت الصحافه صورات بوات لي سوهو مع واحد الايدل صغيره ووصلها للدار عادي حيت كان الوقت معطل. وقالوا باللي بيناتهم شي حاجه 100% بيناتهم شي حاجه، ما يمكنش دار داكشي لوجه الله. بوت جو كيونغ خدا واحد الكريدي وباش يردوه كان خصهم يبيعوا البارتما اللي جات في السونتر ديال سيول وهي نيت اللي عايشين فيها، وكان خصهم يرجعوا برا المدينه فين كانوا ديجا ساكنين. عندهم واحد الدار تما كانوا دايرينها للبيع وما تبعت ليهم ما والو، وهما يرجعوا تما. جو كيونغ كانت فرحانه بزاف حيت غتهنى من دوك الرباعه ديال المتنمرات وغتبدل الليسي. وبدات كتقلب في الانترنت وكتسول، لقات فيديوهات ديال بنات كيركبوا راس جديد وغيب المكياج، وهي تبدا تعلم منهم. جو كيونغ مشات هرست القله ديالها وخدات دوك الفلوس اللي فيها ومشات كاملين ضيعتهم على المكياج. شرات بزاف ديال المكياج وشرات لي لونتي، وفاش دارت داكشي ولات واو تيتيزه ديال بصح. فاش مشات للمدرسه كلشي بقى حال فمو فيها من غير لي سوهو اللي متسوقش ليها. اصلا هي فاش كان جايبها باش يوريها فين كاين القسم وسخات له الجاكيت ديالو بديك البودره ديالها وحطها عليها باش تصبنو وتعاود تردو ليه. بالليل مشى لي سوهو لديك المكتبه اللي مولف كيمشي ليها ملي كان صغير، وكانت حتى جو كيونغ كتمشي ليها من صغرها وتلاقاو تما، ولكن هما مبقاوش عاقلين على بعضياتهم. فيها الكتوبه ديال الخلعه، فيها الموسيقى ديال الميطال، ولقى تما جو كيونغ وعرفها البنت اللي كانت بغات تلوح راسها من ديك العماره، وهي عند بالها عرفها البنت اللي من الليسي. تصدمات، بقاو فاهمين بعضياتهم غلط، وبقات كتقول ليه عافاك ما تقولها لحتى شي حد استرني. هو قال لها صافي كوني هانيه سرك في بيت. موراها جلسوا كيدويو على الخلعه وعلى الكتوبه ديال الخلعه، وهو يقول لها راني بغيت نقرا واحد الكتاب قديم، وهي تقول لي راه عندي. قال لها جيبيه ليا، قالت ليه واخا وعطاتو النمره. موراها صيفط لها ميساج قال لها جيبي لي داكشي اللي قلت لك. هي ما عرفاتش شنو غتجيب ليه، واش الجاكيت ولا داك الكتاب، ما عرفاتش شنو غتدي ليه. صافي هي شنو دارت، داتهم لغت ليه بجوج للمدرسه ودارتهم في واحد الصاك. داك الصاك تساتو فشي بلاصه لي سوهو لقاه بغى يعطيه ليها وحلو، وهو يشوف فيه داك الكتاب والجاكيت ديالو. تما فين عرفها راه هي نيت جو كيونغ، هي ديك البنت اللي لقاها في المكتبه. موراها قالها ليها، قال لها انا عارفك جو كيونغ اللي كتقرا معايا في المدرسه. وهي بدات كتطلب فيه باش يسكت. قال لها شوفي غتخدمي عندي. ومن تما ولا لي سوهو كيربي كبدا على جو كيونغ حيت كانوا كيتلاقاو بزاف، حتى النهار اللي غيرجع فيه صاحبو جون لليسي. تما فين غيبدا جون يدخل بيناتهم حيت حتى هو كانت عاجباه جو كيونغ وما بغاش يخليها لي سوهو. صحابات جو كيونغ حطت صورتها في واحد المسابقه ديال ملكه الجمال في انستغرام وربحات جو كيونغ. وكانت هذيك البنت اللي كانت كتنمر عليها ديما كتربح وما رضاتش وحلفات تردها ليها بالدوبل. جو كيونغ ولات موديل وخدمات مع جون، وتما فين حتى هو ولا كيربي عليها الكبده.
واحد النهار الليسي دار ليهم واحد الرحله لواحد العربيه تما فين غيقول لي سهو جو كيونغ فاش نعس كلشي اجي تلاقاي بيا في الغابه، وهي غادي تمشي كتسلت حيت بالليل كتغسل وجهها كتحيد المكياج باش وجهها يتنفس، وفي الصباح كتفيق قبل كلشي مع ديك الربعة ولا الخمسة كتعاود دير المكياج وكترجع تنعس، زعما راها زوينه هكاك ناتوريل. جو كينقول لي سهو فاش تلاقاو قال لي هاني سهو بلي كيبغيها، وهي قالت ليه شوف انا راه كنبغيك ولكن دابا ما نقدروش نقولوها حتى شي حد، عافاك عي خلي هادشي مخبي صافي. وقال ليها اللي بغيتي. من بعد مشات هي تنعس مع صحاباتها ونسات بلي ما دايرش المكياج، وبانت ليها صاحبتها لي وقالت ليها سلام، بقات كتعيط عليها لي ما عرفتهاش وتخلعات شويه وهي تعرفها جو كيونغ، وجلسوا وعاودت ليها جو كيونغ كلشي من طقطقتها السلام عليكم. وصاحبتها لي قالت ليها اودي ما تخافيش سرك كبير ما نقولها لحتى شي واحد، ولكن غير عرفاتها لي مصاحبه مع لي سوهو حيت ديجا لي ولي سوهو كانوا كيعرفوا بعضياتهم ملي كانوا صغار، وكانت لي كتسطى عليه ولكن هو كاع ما مسوق ليها. ملي عرفتهم مع بعضياتهم ما عجبهاش الحال وصوراتهم بجوج، وديك الساعه كانت ديجا صاحبتها مي تحولات لهاد الليسي هادي حيت عيات من دوك الرباعات المتنمرات اللي صدعوها خرجوا ليها هلكوها في صحتها، اللي بدات كتقرب من مي بالعاني وسلات ليها لسانها حتى عرفات كلشي، ومشات قلبت على داك الفيديو ولقاتو الفيديو اللي فيه جو كيونغ كيضربوها دوك الرباعه وتيعايروها. المهم هما خلاو فيها غير اللي نساو. فاش لقاتو لي هزاتو هو وديك التصويره اللي صورات اللي سوهم مع جو كيونغ وحطاتهم في الجروب ديال الليسي وصيفطاتو للليسي كامل. جو كيونغ تعقدات بزاف وبقى فيها الحال وبقات جالسه في الدار شي ايامات، والديها عيطوا عليهم الاداره وقالوا لهم كلشي، وبقى فيهم الحال حتى هما حيت ما كانوش عارفين بلي كانت غتلوح راسها. صحابها ديال بصح اللي في الليسي جديده وقفوا معاها، وحتى لي سو وقف معاها، وتا جون تا هو وقف معاها ورجعت كتقرا وبلا مكياج من الفوق. مورا هاد الدراري اللي في القسم غيعرفوا بلي ليه هي اللي دارت هادشي كامل وكلشي غادي يقلب عليها، وهي بدلات الليسي ومشات في حالتها. جو كيونغ تسجلات في واحد الفورماسيون ديال الميك اب حيت عزيز عليها المكياج وكذا. بات لي صوت فطاح داكشي اللي دار السيكريتير ديالو، وهو مسكين غادي يطيح مريض حيت ما كانش عارف هادشي وغيدخل في كوما وداوه الميريكان باش يداوى تما. لي سوهم مشى عنده باش يردلو البال وكمل قرايته في ميريكان، ولكن باه بقى كوما مده طويله، ولي سوهو بقات فيه جو كيونغ حيت ما كانتش كتنعس باش دوي معاه، ومن الفوق ما بقات داتها لا في قرايتها لا في والو، وقال ليها شوفي حسن نتفارقوا انا راه راني مطول هنايا. ودازت الايام وجو كيونغ كبرات وخدمات ميك اب ارتست في الشركه ديال الايدل، وجون تا هو ولا عنده جروب ديالو ورجع كيغني ولا مشهور بزاف. واخت جو كيونغ الكبيره تزوجات بالمعلم ديال جو كيونغ في الليسي، وجون قال لجو كيونغ بلي كيبغيها وقال لها حتى لمتى انت غتبقاي تسناي هاد لي سو، صافي مشى للميريكان الله يعاونو كملي حياتك. وهي قالت ليه واخا غادي نفكر في هادشي اللي قلتي ليا. جو كيونغ كانت كل عام فين ما يطيح الثلج كتمشي لواحد البلاصه عزيزه على لي سو يمشي ليها، وداك العام قالت ارا نمشي الله وعسى يقدر نلقاه تما، وبصح مشات لتما ولقاتو ولكن ما عجبهاش الحال حيت تبقى فيها الحال حيت خلاها شحال هادي. غنعرفوا بلي باه فاق ولا مزيان وهو يرجع لسيور. لي صاحبة جو كيونغ رجعات من برا ومشات تلاقات مع جو كيونغ وصحابهم وقالت لهم سمحوا لي راني درت داكشي حيت كنت مريضه نفسيا، عافاكم غير سمحوا لي وعطيوني فرصه. وصافي هما غادي يسمحوا ليها حيت اصلا صافي داكشي داز. لي سو غيدير اللي ما يدار على قبل جو كيونغ باش تسمح ليه وترجع معاه، وبصح في الاخر غادي تسمح ليه وغادي يرجعوا بجوج، وكانوا فرحانين بزاف وما تزوجوش. يلا تهلاو في راسكم.